فيلمنا بيبدأ لما بنلاقي الدنيا اتشقلبت حالها وبقت ضلمة في سنة 2043 بعد ما وباء ملعون دمر أمريكا الشمالية ونهش جسمها وساب الناس بتصارع الجوع والموت. وسط الغابات دي كانت ليلي البنت اللي عندها 11 سنة بتحاول تصطاد عصفور بنبلتها علشان تسد جوعها، بس قلبها ما طوعهاش فسابته يطير. أمها نسكا ظهرت فجأة وفهمتها بلهجة فيها قهر إنهم لو ما اصطادوش هيموتوا من الجوع. في العالم ده في وحش اسمه الدولة بيسيطر على كل حاجة وبياخد الأطفال من أهلهم بالعافية علشان يربوهم في أكاديمية عسكرية ويحولوا ولائهم ليهم. بس وهم ماشيين رجل ليلى وقعت في فخ غدار وبصعوبة نسكا قدرت تنقذها، بس الإصابة كانت وحشة والإمكانيات مفيش وما كانش قدامهم غير إنهم يرجعوا لمكانهم المستخبيين فيه. نسكا ما كانتش بيتغمض ليها عين من القلق، وفجأة طيارات الدرون ظهرت فوق بيتهم بتدور على أي طفل هربان. نسكا بقلب ميت وقعت طيارة منهم بحجر وولعت في البيت علشان تداري أثرهم، وشالت بنتها على ظهرها وهربت بيها للبحر. وصلوا الشط وركبوا مركب صغير، ونسكا فضلت تمشي طول الليل والنهار وهي حاطة ايديها على قلبها لحد ما دخلوا أول مدينة في الشمال. هناك نسكا خبت وش بنتها وحذرتها ان مفيش مخلوق لازم يشوفها، لان الدولة بتعتبر تخبية الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون. وهما بيدوروا على امان قابلوا راجل غريب معاه ابنه جاك، كان فاكر انه اخر طفل حر، بس للأسف الجنود وصلوا وخدوا جاك بالقوة وسط صراخ أبوه. نسكا شافت المشهد ده وتعبت أكتر، خصوصا إن جرح بنتها ليلي بدأ يلتهب وحالتها بدأت تسوء. راحت لصاحبتها القديمة روبرتا اللي استقبلتهم وفهمتها إن الأمل الوحيد لليلى علشان تعيش وتتعالج هو إنها تسلمها للأكاديمية، لأن الجنود معاهم الدواء ورعاية. نسكا كانت بتموت من جواها وهي بتاخد أصعب قرار في حياتها، وسابت بنتها للجنود وهي بتعيط بحرقة مضحية بأمومتها علشان تضمن لبنتها إنها تعيش في أمان وسلام. عدى 18 شهر ونسكا كانت عايشة زي الميتة، بتشتغل أي حاجة علشان توفر لقمة عيشها وتراقب طيارات الدولة اللي بتوزع أكل على الناس علشان يفضلوا عايشين. فجأة ظهر راندي صاحبها القديم وعرض عليها تنضم لمجموعة سرية بتخطط علشان خاطر تهرب للولاية اللي فيها الأكاديمية الكبيرة، وعدها إنها ممكن تشوف بنتها هناك. نسكا ما كدبتش خبر ووافقت فورا. في نفس الوقت ليلي في الأكاديمية كانت بتتحول لآلة حرب وبتتدرب تدريبات شاقة، بس ملامحها كانت بتقول إنها لسه ما نسيتش حضن أمها ولا حياتها القديمة. وفي يوم نسكا وهي ماشية شافت حصان تايه، وفجأة ظهر ناس مجهولين وخطفوها علشان تكتشف إنها وقعت في إيد جماعة سرية تانية خالص هدفها تدمير الأكاديمية وتحرير الأطفال. ومن هنا بدأت رحلة نسكا، مش بس علشان تنقذ بنتها لكن علشان تسترد الحرية اللي اتسرقت منهم كلهم. نسكا بتلاقي نفسها في وسط عالم غريب بعد ما كانت بتحاول تنقذ نفسها من جيش بيخطف الأطفال. بتلاقي نفسها في أرض الجنوب، والناس هناك أول ما بيعرفوا إنها من الشمال الدنيا بتتقلب. والزعيمة بتحس إن نسكا هي دي الحارس اللي مكتوب في النبوءة إنه هيجي وينقذهم، فبيعاملوها أحسن معاملة وبيرحبوا بيها كأنها بطلة. نسكا في الأول بتبقى مهزوزة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبتعرف إن الأطفال اللي شافتهم مع الرجالة قبل كده كانوا بيحاولوا يهربوا من الأكاديمية اللي خطفوهم. الشك بيبدأ يلعب في دماغ نسكا وبتحس إنها محبوسة، بس تشارلي بيطمنها إنهم هنا أهلها، لكن الأمومة ما بتنامش جواها. نسكا بتستنى الكل ينام وتتسحب لحد ما تلاقي خيمة مليانة أطفال، وهناك الزعيمة بتواجهها وبتعرف إن بنتها ليلي مخطوفة بقالها 18 شهر. الزعيمة بتحاول تقنعها إنها لازم تساعدهم ينقذوا الأطفال ويوصلوهم لمنطقة آمنة في الشمال، وبتقول لها إن الأكاديمية بتغسل دماغ العيال وبتحولهم لناس تانية خالص. بس نسكا ما بتصدقش وبتقرر تمشي لوحدها علشان شايفة إن الأكاديمية فيها أكل وشرب ورعاية أحسن من بهدلة المقاومة. في الوقت ده ليلي الصغيرة كانت فعلا في الأكاديمية وبتحاول تهرب بكل قوتها، بس للأسف جرس الإنذار بيفضحها والحرس بيمسكوها وبيرجعوها تاني. أما نسكا لما بترجع لحيها القديم بتتصدم صدمة عمرها لما بتلاقي إن في فيروس قاتل انتشر في المكان كله، وجارتها العجوزة ماتت والكل يا إما ميت يا إما عيان. وبيظهر راندي وبيقول لها إن مفيش حل غير إنهم يهربوا فورا وياخدوا هوايات جديدة علشان يعيشوا في الولاية المنشودة. وهي ماشية بتعرف الحقيقة المرة إن الدولة هي اللي سممتهم بالفيروس علشان تتخلص منهم، وساعتها بس نسكا
نيسكا بتدرك ان الكلام الزعيمة كان صح، وبتقرر انها لازم ترجع وتعمل اي حاجة علشان تنقذ جحيم الأكاديمية. وهناك الحكومة بدأت تلم الأطفال من أهاليهم بالعافية علشان تضمها لجيشهم وتغسل أدمغتهم. وسط كل الهيصة دي كانت نيسكا الأم اللي قلبها محروق على بنتها ليلي اللي اتاخدت منها وهي مش عارفة تعمل ايه. فجأة بتظهر قدامها فرصة لما بتقابل جماعة سرية، ودول ناس قرروا يقفوا في وش الظلم. نيسكا قررت تنضم ليهم مش علشان سياسة ولا حرب، لكن علشان غريزة الأم اللي جواها اللي بتقول لها إن بنتها لازم ترجع. الرحلة ما كانتش سهلة أبدا. في وسط محاولتهم للهروب والوصول لمكان آمن اتفاجئوا بالجنود محاصرينهم في عملية إخلاء إجباري. نيسكا شافت صدمة عمرها لما شافت ابن صاحبتها بيتر اللي كان مفقود بقاله سنتين واقف مع الجنود وسلاحه في إيده. حاولت تفكره بنفسه وبأمه، لكن للأسف عقله ممسوح تماما لدرجة إنه ضربها بالنار بدم بارد. لولا تدخل تشارلي ورفاقه في اللحظة الأخيرة كانت نيسكا راحت فيها. بس الحادثة دي خلت نيسكا تقتنع بكلام الزعيمة ومفيش حل غير المقاومة، وان الدولة دي وحشة ولازم تتكسر. بدأت نيسكا تخطط مع تشارلي والعجوزة الحكيمة بتاعة المقاومة اللي كانت بتشوف المستقبل للبشر. وفي ليلة ضلمة اتسللوا للأكاديمية اللي محبوس فيها الأطفال. هناك شافت بنتها ليلي اللي كانت فاكرة ان امها اتخلت عنها، وبعد دموع واعتذارات ليلي وافقت تمشي معاهم. لكن الانذارات ضربت والدنيا قامت وما قعدتش، والجنود المسلحة حاصروهم من كل ناحية. وفي اللحظة دي الكل افتكر ان النهاية خلاص، بس ليلي الصغيرة عملت حاجة صدمت الجميع. طلعت قدام الجيش والدرونز وهي مش خايفة، وبدأت تتكلم لغة غريبة وتحرك ايديها، وفجأة كل الطيارات دي انصاعت ليها وبقت تحت امرها. اكتشفوا ان ليلي مش مجرد طفلة، دي هي الحارس اللي هيخلص العالم اللي الرؤى اتكلمت عنه، وهي الامل الوحيد اللي هينقذ البشرية من قبضة الدولة المتوحشة. نيسكا خدت طلقة وهي بتحمي بنتها، بس الإصابة كانت بسيطة مقارنة بفرحتها ببنتها. وخلاص فهموا دلوقتي انهم معاهم القوة اللي هتحرر كل الأطفال دي وترجع الحق لأصحابه.